قصر البارون من أشهر البيوت المسكونة في مصر. يعتبر قصر البارون من أشهر الأماكن المسكونة في مصر، حيث يسكنه كيان مظلم وتحدث فيه الكثير من الأمور الغامضة، وسنتعرف على هذه الأمور بكل تفاصيلها في قصتنا اليوم. لكن قبل الدخول في الموضوع، سنتكلم أولا عن صاحب هذا القصر وما ارتباطه بمصر بما أنه من خارج البلاد. إنه البارون إدوارد إمبان. بعد افتتاح قناة السويس، جاء المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان. وصل الرجل لزيارة القاهرة، وقضى فيها عدة أيام، فعشقها لدرجة كبيرة، واتخذ قرارا مصيريا وحاسما، وهو البقاء في مصر والعيش فيها لبقية حياته. وكتب البارون وصيته، وهي أن يدفنوا جسده في تراب مصر، حتى وإن مات خارجها، فعليهم إعادة جثمانه ودفنه في الأرض التي اختارها قلبه وهو على قيد الحياة، والتي هي مصر. قرر البارون إنشاء قصر كبير ليس له شبيه في الدنيا كلها، ويكون القصر مضاء دوما ولا تغيب عنه الشمس طوال النهار، وفعلا خصص له مكانا مميزا فوق ربوة عالية في الصحراء بالقاهرة، وقام بإنشاء القصر هناك في منطقة مصر الجديدة. ولمدة 5 سنوات كاملة من العمل المتواصل، كان العمال يعملون ليل نهار بجد ونشاط. وبعد انقضاء المدة، تم الانتهاء من بناء القصر الرائع والمميز. قصر جميل جدا، فخم جدا، وضخم جدا، وكانت نوافذه مزينة بتماثيل مرمرية على شكل أفيال. وقام ببناء برج دوار يدور على قاعدة متحركة دورة كل ساعة، وكان البرج ملحقا بالقصر، وهذا القصر يمنح الجالسين فيه رؤية جميع الاتجاهات وبمنظر جد خلاب. ويتكون القصر من دورين وقبة كبيرة، وعلى جدران القصر تماثيل مصنوعة من المرمر لنساء هنديات ترقصن، وأفيال جميلة لحمل النوافذ المزينة بقطع من الزجاج الصغير المصنوع في بلجيكا، وبعض الفرسان يحملون السيوف، وحيوانات خرافية غريبة الشكل. ويوجد أسفل القصر الكثير من الغرف، وغرفة وردية اللون كان البارون يجلس فيها وحيدا، ويمنع كل الخدم من الدخول إليه، حتى على طفلته الوحيدة مريم وأخته البارونة هيلانه. لقد كانت الغرفة موجودة أسفل القصر، ولها باب سري على سرداب طويل ممتد مباشرة حتى كنيسة البازيليك. وليومنا هذا لم يعرف أحد ماذا كان يفعل البارون بداخلها عندما يحبس نفسه. فلقد كان البارون رجلا غامضا جدا، قاس ومخيف، وكتب وصيته بأن يقوموا بدفن جسده بعد الموت بتلك الغرفة. ومن شدة قسوته، صادف أن أخته البارونة هيلانا كانت قد سقطت من نافذة غرفتها من الدور الثاني للقصر في نفس الوقت الذي كان فيه البارون يستمتع ويتجول في البرج الدوار الملحق بالقصر حتى يشاهد الغروب، ولم يهتم وقتها بأمرها بحجة أن المنظر كان خلابا وممتعا، ولا يريد أن يقاطعه أحد مهما كان. ماتت هيلين وهي تصرخ، ولم يسرع البارون لإنقاذها، ومن يومها توقفت تروس البرج الدوار عن العمل، فلم تعد تلف وتدور كما كانت تفعل من قبل. ويقولون بأن روح هيلانه الغاضبة على عدم إنقاذها كانت تظهر للبارون لتنتقم منه وتخيفه. وبعدها مباشرة عثروا على جثة ابنته الوحيدة مريم، وكانت ملقاة في قاع المصعد على وجهها، ولا يعرفون من الذي قام بإلقائها، والفتاة مشلولة. فهل هي هيلين؟
بعدها حاول البارون تحضير روح أخته البارونة لتتركه وشأنه، ولكنها لم تفعل وظلت تعذبه وتخيفه حتى مات. كان الخدم يخافون منه لقسوته وشدته معهم، فكانت تصيبه موجات من الصرع فيتركونه ملقى على الأرض حتى الصباح بالغرفة الوردية. والغريب في الأمر بأن الغرفة الوردية لونت مراياها وجدرانها باللون الأحمر القاني بعد موت البارون مباشرة، فيقولون بأن البارونة سعيدة جدا لموت البارون. والغريب أنه ليومنا هذا لا زالت تحدث الكثير من الأمور الغامضة والغريبة والمثيرة للجدل، كأناس يتحركون ليلا، وأضواء وأصوات عالية، وصرخات لا تصدر إلا ليلا وفي أيام معينة من الشهر، فلا يستطيع أحد الاقتراب من القصر وإزعاج البارون وعائلته. فرجاء، ابتعد ولا تزعج تلك العائلة البائسة حتى لا تلحقك اللعنة التي حلت عليهم.